لم يكن اختيارنا لعياد المهور ضيفا اختيارا من قبيل الصدفة. ضيفنا الذي رافقنا طيلة هذه النشرة الخاصة وجد نفسه في أكثر من لحظة طيلة مجريات هذه النشرة. عادت به الذاكرة في بعض من تفاصيلها إلى طفولته، إلى مساره. وجد نفسه وهو يتابع حينا صغار ورزازات، انحنى حينا آخر لتلاميذ ونانا، ابتسم لصلابة تلاميذ بولمان. بين هؤلاء الأبطال لحكاية عياد، أو كما يلقبه أبناء تهلا بابا عياد، قصة نجاح بدأت من قريته تاريدالت تلميذا ليصل إلى اسكتلندا وأمريكا. عاد بأكثر من شهادة دكتوراه. قصة نجاح. سعاد زيدراوي. استقبلنا في مملكته الخاصة المحاذية لشاطئ الهرهورة بالرباط، بعدما دعتنا إليه قصته مع النجاح وعلاقته الحميمة مع العزيمة. عياد المهور ابن منطقة تهلا الذي كان على شفا حفرة من الهدر المدرسي بداية مشواره الدراسي، نجا بأعجوبة ومن ثم انطلق ليحقق ذاته وطموحه العلمي والمعرفي بالمغرب وخارجه. دائما كنعاودها ونقولها، راه حتى الله سبحانه وتعالى الكلمة الأولى اللي قال هي اقرأ. وانا حتى كنبغي كنحلف بالذي علم بالقلم. حلق بجناح العلم والمعرفة بعيدا عن المغرب. هناك في اسكتلندا حصل على أولى شهادة دكتوراه، ثم بعد ذلك حصل على دكتوراه ثانية في علوم التربية في إنجلترا، وفي أمريكا حصل على شهادة الدكتوراه الثالثة. كان لا يبتعد عن المغرب إلا ليعود إليه أكثر قربا. كان التعليم مهنته ومحاربة الهدر المدرسي غايته. قراية هي اللي سمحت لي أن نجي للرباط أولا. ما أنا راني من تاريدالت، ما يمكن غنكون مازالت ما كنسرح. اليوم سمح له سن التقاعد بالتفرغ إلى محاربة الهدر المدرسي من باب العمل الجمعوي التطوعي. أسس جمعيات جميعا من أجل محاربة الهدر المدرسي. جزء مهم من التنسيق لمشاريع وأهداف الجمعية يتم من خلال الفيسبوك، وحنين خاص يربط عياد المهور بمسقط الرأس، قرية تاريدالت بإقليم تازة. جينا جبنا دي زورديناتور، جبنا كتب باش يديروا بيبليوتيك، جبنا درنا واحد جوج ديال الفراقي ديال الكرة ديال الاولاد وديال البنات، وحطيناهم على باش يجتهدوا. وانا كولد هذه المنطقه تيني غاسنس المزيغ تيخصونا الطرم ياك. فرحته بإتمام دراسته وتحقيق حلمه ما زال بريقها يلمع في عينيه، بريق يستفز فيك طرح الأسئلة. هل حب الدراسة يكفي لمواصلة المشوار، أم الموضوع موضوع جرعات زائدة من الطموح والتحدي لا غير؟ أم هي هذه الخلطة السحرية التي اجتمعت في عياد فخلقت قصة نجاح؟ المغرب شي حاجة كبيرة، وتمغربيت شي حاجة كبيرة، ويمكن هي اللي خصنا نبداو نعلموا لوليداتنا والقيم ديال تمغربيت، ونبينوا لهم أن المغرب راه جنة. وكما قال الشاعر: ما جنة الخلد إلا في دياركم، لو خيرت هذه كنت أختار. تبارك الله على الدكتور عياد المهور. عندي السؤال اللي طرحته سعاد باش ما يبقاش معلق. واش حب الدراسة بوحده كافي باش توصل باش تحصل على ثلاثات يعني بشهادة الدكتوراه في أكثر من مناسبة، أم أنك خص يكون شوية الطموح، خص تكون العزيمة، وخص يكون شي خلطة؟ قولها لينا باش نعرفها لي. هو الحب ديال الدراسة شيء، والخروج من الفقر شيء آخر. غالبا الوليدات فين ما بغاو يكونوا يعني كيبغيو يوصلوا لواحد المرتبه، على الاقل ولا كانوا فقراء الاهل ديالهم فقراء. يعني الوسيله الوحيده لاسونسيور سوسيال يعني المصعد ديال المصعد هي المدرسه، ما عندناش شي حاجه اخرى. وخاصه عائلات اللي فقيره اللي ما عندهم ما يستمروا. شنو الوصفه؟ يعني الوصفه يعني هذه ماشي قصه ديالي انا، هذه قصة ديال مئات وآلاف العائلات المغربية، وهي قصة ديال أب
الله يرحمه الاب ديالي والام الله يرحمها، اللي الاب يعني في الحركه الوطنيه وفي المقاومه الى اخره والحبس وكذا وكذا. يعني كانت عنده الفكره انه يدخل ولده البكر للمدرسه. هذاك الولد اللي هو الاخ ديالي الكبير هو اللي خدا الشعله وقرر ان خوته وولاده من بعد، واخا يعني ماديا يعني في ذاك الوقت هذا الشيء في الخمسينات علاش كنهضر، يعني ما كانش هذا، قرر ان خوته يقراو. ومن هنا كنوجه ليه التحيه، هو اللي قرانا وحنا قرينا ولادنا وقرا ولادو كيقروا ولادهم. يعني قصه عائله وعائله مغربيه، يعني ما كاينش ميراكل، ما كاينش معجزه، ما كاينش معجزه خاص عليها. غير اللي بغيت نقول وهو ولا قرا غير واحد الولد من عائله يعني وصل، راه يقدر يجرب، قاطره انه كيكون قاطره كيجر معاه. داكشي اللي وقع لينا حنا، وانا مع ولادي يعني كندير نفس الشيء. تا ولادي كنقول لهم القرايه، وما كاينش يعني مفتاح الوصول هو القرايه. كنقول لهم ما نخلي لكم والو. في نجاح الدكتور عياد المهور وغيرها من الأسماء اللي نجحت نجاح للمدرسة العمومية، لأنك أنت ابن المدرسة العمومية. شكرا لك سي عياد المهور. عندما نفتح باب مدرسة نغلق بوابة الجهل، نبني مجتمعا لا يفرق بين الذكر والأنثى، لا يفرق بين أبنائه وبناته، بين من يقطنون في المدينة والبادية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد الأول من مجلة الظهيرة. البداية كانت في قريتنا مدرسة.